السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات روان. كنتمنى ان هذا الفيديو يلقاكم وانتم بخير وعلى خير وبتمام الصحة والعافية. كيف ما كتعرفوا راس العام ما بقى ليه والو بالنسبة للسيدات اللي بغاو يخدموا لي طاغط يبيعوهم، او لا السيدات اللي بغاو يوجدوا هكا غير لدارهم لوليداتهم. فهذا اقتراح الطريقة ديال تحضير الجينواز اللي كيف ما كتشوفوا اسفنجيه كتلعبوا بها بيديكم كيف ما بغيتوا. ما كتهرش، ما كتجيش ناشفه، ما حتى حاجه كتجي بحال ديال المخابز الكبرى. يعني هنا ان شاء الله غتلقاو جميع الاسرار باش تنجح معكم هاد لاجينواز. وبالنسبه للساده والسيدات الكرام اللي كيخليو شي مرات شي تعاليق على بزاف ديال لي فيديو كنشوفهم ديال ما تحتفلوش براس العام، راه حرام ما ديروش ما هذا. بالنسبه لهاد الفيديوهات فهي تعليميه، ما كتهدف حتى لشي حاجه اللي هي مخله بالحياه او لا شي حاجه اللي كتمس الحمد لله الدين ديالنا. حنا كاملين كنجتمعوا على لا اله الا الله محمد رسول الله، بها كنبداو دائما كلامنا وبها كنختموا دائما كلامنا. اللهم لك الحمد على نعمه الاسلام في قلوبنا. هادشي علاش العمل عباده، الانسان يخدم ماشي عيب انك توجد لي طاخت وتبيعهم وتدخل على دارك وعلى وليداتك واحد الرزق اللي حلالا طيبا يرضاه لك الله. وهذا الشيء هذا راه ما كيزعزعش الاسلام ولا الايمان في قلوبنا ولو بذره. صافي هذا الشيء اللي بغيت نقول. ما نطولش عليكم بزاف، فقط غادي نقول لكم ما تنساونيش من لي لايك ديالكم كذلك لي كومونتير ديالكم المحفزه. وندوز معكم هنايا مباشره لتتمه الفيديو ونبداو على بركه الله بالطريقه والمقادير. عندي هنايا في واحد البانيو 5 ديال البيضات بدرجه حراره المطبخ، او لا تكونوا مخرجينهم من الثلاجه بواحد ساعتين من قبل. كنزيد عليهم رشيشه ديال الملح وواحد الساشي ديال الفاني وكأس ديال العنبه ديال السكر حبيبات اللي هو سنيده. صافي كناخذ هنايا الطراب الكهربائي وكنديرو على درجه ديال المتوسطه، كنخليه كيتطرب ديك الخليط حتى كتحلي ديك سنيده مزيان. وعاد هنايا غادي نسرع في الطراب لاقصى درجه، وغادي نخلي هذا الخليط هذا كيتخدم مزيان حتى كيتضاعف لينا الحجم ديالو لثلاثه ديال المرات. كذلك اللون ديالو كنلاحظوا انه كيولي تقريبا ابيض على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا في الفيديو. صافي هنا كنعرفوا ان الخليط ديالنا واجد والبيض ديالنا راه طلع مزيان. صافي غادي نحيد هنا الطراب الكهربائي، غادي نردو على جنب، ما غاديش نبقى نستعملو في الجينواز. صافي وغادي ناخذ هنايا فوي يدوي او لا سباتول، هما اللي غادي نكمل بهم الخدمه. كناخذ هنايا واحد الصفايه كندير فيها ساشي ديال الخميره الكيميائيه، وكنعبر حدايا واحد الكاس ديال العنبه ديال الدقيق الابيض. من الافضل انه يكون خاص بالحلويات باش كتجيكم الجينواز ديالكم زوينه. هذاك الكأس اللي عبرت ديال الدقيق كندير منه فقط نص كاس، كنخدمو مزيان كيف ما كتشوفوا بالفوي. ومن بعد زدت نص كاس اللي هو الكماله ديال الكأس الاول، كنعاود كنخدم من الفوق لتحت على هذا الشكل هذا بالفوي. وغادي نضيف هنايا نصف كأس الاخير باش كيكون عندنا في المجموع ديال النواشف كأس ونصف بقياس ديال كاس العنبه ديال الدقيق. صافي وكنخدم على هذا الشكل دائما من الفوق لتحت سواء بفوي او الا خفتو يهبط لكم الخليط ديالكم استعملوا فقط السباتول. وغير بشويه عليكم هنا راه حيت الفيديو مزرب كتبان لكم انه يدي كتخدم بالزربه. صافي هنايا من بعد ما كيتخلط لي الخليط مزيان في هذه الاثناء كنشعل الفران باش يسخن ليا مزيان. وكناخذ اللاطه اللي فيها في الطول ديالها واحد 44 سنتيم 43، وفيها في العرض واحد 37 سنتيم هكاك. صافي كنفرشها بورق الطهي، من الافضل انه يكون نوعيه جيده باش ما تلصقش لكم عليه الجينواز. الا كان عندكم العادي فمن الافضل انكم تدهنوه مزيان بالزيت او لا بالزبده. صافي كنبدا هنايا كيف ما شفتوا كنسرح هذا الخليط هذا ديال الجينواز بالسباتيل. كنحاول انه السطح ديالو يجي متساوي باش فاش طيب الجينواز ما تجيكمش واحد الجهه طالعه وواحد الجهه هابطه. صافي هنايا من بعد ما كنسرح هذا الخليط هذا غادي ناخذ هاد اللاطه وغادي نخبطها واحد جوج خبطات مع سطح العمل باش كيخرجوا منها هذوك الفقاعات ديال الهواء.
وكنشعل كيف ما قلت لكم من قبل الفران على درجه حراره ديال 160 من الفوق ومن التحت، وكنخلي هاد لاجينواز راها كطيب في واحد 6 حتى 8 دقائق دغيا كطيب ليكم. هنا كيف ما شفتوا انا كنت طيبت جوج من قبل، كنعاود نفرغ لاجينواز الثالثه بنفس الطريقه في اللاطا على البابي كويسون، وغادي ندخلها للفران اللي ايضا راه سخون على 160 درجه واحد 6 حتى 8 ديال الدقائق، مشعول من الفوق ومن التحت ايضا. صافي كتكون الجينواز ديالنا طايبه، كنجبدوها كتكون محمره بهذا اللون هذا الذهبي، كتجي زوينه، ما تخليوهاش تحمر لكم بزاف باش ما تنشفش لكم وتجيكم قاصحه. وكيف شفتوا بنفس الطريقه ديال الجينواز اللي خدمت معكم الاولى، كنسرحها مزيان، كنخبطها واحد جوج خبطات، كندخلها للفران حتى كطيب، وكتكون هذه هي الجينواز ديالنا. هنا كيف ما شفتوا خدمت 4 ديال لي جينواز لانني احتاجيتهم في 4 ديال لي طاخط. كل جينواز كتخرجوا منها 3 ديال الدوائر اللي القطر ديالهم 20 سنتيم. هنا شوفوا معايا غادي نزول ليهم البابي كويسون، كيف ما شفتوا كيجيو اسفنجيين ناجحه مليون في المية. هاد لاجينواز هادي كتساعدكم في الخدمه، ما كتهرسش نهائيا. شوفوا معايا كيفاش كنخدم بها اولا كنلعب بها في يدي كيف ما بغيت، ما كنخافش منها. وهي كذلك الحمد لله ما غاديش تحشمكم. واحد النصيحه كانت كتقولها لي الوالده فاش انا شحال هذه كنت كنتعلم الشغل، كتقول لي دائما ما عمرك تخافي من العجين، الا خفتي منه غادي يلصق لك في يدك. ونفس النصيحه كنقول لكم، عمركم ما تخافوا من الحاجه، لان الا خفتوا منها راه بالعكس ما غاديش تنجح معكم نهائيا. حيدوا الخوف، دخلوا الكوزينه وان شاء الله ربي معكم. اللي لا يحشمنا كاملين، واللي بغى يدير شي حاجه الله يوفقه فيها. شوفوا معايا ما شاء الله لي جينواز ديالنا كيفاش كيجيو. انا هنا كيف قلت لكم درت 4 ديال لي جينواز، غادي ندوز هنا باش نقطعهم معاكم. السيركل عندي فيه 20 سنتيم، كنقطع جوج ديال الدوائر مقادين، وحده من هذا القنت والاخرى من القنت الثاني. وبالنسبه للدائره الثالثه فراه كيف غادي تشوفوا معايا هنايا غادي نلاقي هادوك جوج نصوصه اللي بقاو، دوك جوج طراف اللي بقاو كنقادهم، وكان نقطع منهم الدائره اللي هي الثالثه. شوفوا معايا هنايا كنحيد شي جنب الا كنعوج صافي، وكنقادهم على هذا الشكل هذا، وكنقطع بالسيركل الدائره الثالثه اللي كتجي مقسومه. ودائما هاد الجينواز اللي كتكون ما كاملاش يعني ملاقيه دائما كنردوها لداخل، يعني كديروا طبقه ديال الجينواز اللي صحيحه من التحت، الطبقه اللي مهرسه اولا مقطعه كديروها دائما لداخل، والطبقه الاخرى اللي صحيحه راه كتردوها للوجه. انا هنا غادي نستمر بنفس الطريقه. بالنسبه لهذوك لي شوت اولا داكشي دوك الطروفه ديال الجناب اللي كيبقاو لينا ما تلوحوهمش. تقدروا تزينوهم لولادكم في الدار تعطيوهم ليهم، اولا تقدروا تقطعوهم طريفات صغيورين تصوبوا بهم كذلك لي فيغين بلا كريم، راه كذلك كيجيو زويونين وكيجيو راقيين في الشكل ديالهم. وبالنسبه للتزيين ديال هاد لي طاحت فانا ان شاء الله غادي نقترحه عليكم اولا غادي نتشاركوا معكم في فيديو جديد غادي تلقاوه ان شاء الله من مور هذا. انا هنا كنكون وصلت معكم لنهايه الفيديو. كنتمنى منكم التشجيع، كنتمنى منكم تخليوا لي كومونتير والتعاليق ديالكم، وكنتمنى تقبلوا المرور ديالي. شكرا على حسن المشاهده، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده، والى اللقاء، مع السلامه.